انفعل الإعلامي عمرو أديب على الهواء بسبب حادثة سيدة مدينة نصر. هاجم الإعلامي عمرو أديب شركة أوبر للنقل، وذلك على خلفية محاولة إحدى سائقي الشركة خطف سيدة والشروع في اغتصابها، وذلك بعد إجبارها على النزول من الرحلة التي كانت تستقلها من التجمع إلى زايد بمنطقة مدينة نصر. وخلال حلقة اليوم من برنامج الحكاية، هاجم الإعلامي عمرو أديب شركة أوبر وأنظمتها، وذلك لتكرار وقائع التعدي والاختطاف من قبل سائق الشركة، قائلا: أوبر ده ابن مين في مصر؟ شركة مين دي؟ مين اللي بيراقب عليها؟ مين بيحاسبهم؟ ليه نخلي ولادنا عرضة للنظام ده؟ يعني إيه تقول لنا نحن غير مسؤولين عن الحوادث العملاء؟ أمال مين مسؤول؟ كما أضافت سالي شقيقة فتاة أوبر أنها فوجئت في تمام الساعة 10:30 بورود مكالمة هاتفية من شقيقتها، وإذا بشخص يبلغها قائلا بأن صاحبة التليفون ملفوفة في بطانية ومرمية في الصحراء، وهو ما جعل شقيقة فتاة أوبر تسقط مغشية عليها. ولما أفاقت حاولت الاطمئنان على حاجة شقيقتها قائلا: فقت وسألت هي أختي عايشة؟ وقال لي: أختك عيانة، أوديها المستشفى ولا أجيبها لك؟ وبعدين رحت قلت لهم لقيت رقبتها وإيديها فيها دم وجسمها مليان كدمات. ولذلك أكد الإعلامي عمرو أديب عن ضرورة مراقبة تلك الشركات وعلى الحرص على الاستعانة ببعض الأنظمة التلقائية للأمان. من فضلك لا تنسى الاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس ليصلك كل جديد.